قبل ما نخش على أي حاجة أحب أشكركم على الألف أخ وأخت اللي في القناة، وشكرا على الدعم في آخر فترة. ويلا بينا نشوف الفيديو ده بيقول إيه. وأنا بشوف آخر فيديو نزلته عن كيس استيراد لقيت ناس كتير بتشتكي من ال 800 جي 1، فدورت ولقيت كيس استيراد أفضل من ال 800 جي 1 وهي ال 600 جي 1، جايب لك ليها عرض جامد جدا. تعال نشوف مواصفات الكيس دي. وأول حاجة المعالج، النسخة اللي معايا بتيجي بمعالج من الاي 5 4440. المعالج ده بيجي بأربع أنوية وأربع مسارات وسرعته 3.1. المعالج ده لو قارنته بالاي 5 4570 اللي بيجي باربع انواع واربع مسارات وسرعته 3.2، هتلاقي ان الاي 5 4570 اقوى من الاي 5 4440 بفرق 6%. ولو قارنت الاي 5 4440 بالاي 7 4770 اللي بيجي باربع انواع وثمان مسارات وسرعته 3.4، هنلاقي ان الاي 7 متفوق على الاي 5 بفرق 20%. وده طبعا مش معناه ان المعالج وحش، لا، المعالج كويس بفئته السعريه اللي اقولها لك في اخر الفيديو. وتاني قطعة معانا وهي الهارد. الكيس دي بتيجي بهارد 500 جيجا اتش دي دي، وبتيجي ب 8 جيجا رامات، حبتين 4 جيجا دي دي ار 3. وكارت الشاشة اللي معانا في العرض وهو الجي تي اكس 960 نسخة الزوتا. الكارت ده بيجي ب 4 جيجا في رام جي دي دي ار 5، وبيجي ب 1024 كودا كورز، وبيجي بثلاث مداخل ديسبلاي بورت ومدخل اتش دي ام اي. الكارت ده ممتاز مع المعالج اللي في التجميع، وده شبه اقوى كارت ممكن يتركب على 600 جي 1. ودي كده كل قطع التجميع. فاضل تجارب الاداء والبنش مارك والتطويرات. تعال نشوف اداء التجميع في الالعاب ونشوف ادائها في البنش مارك. وده كان اداء التجميع في الالعاب والبنش مارك. تعال نشوف ايه افضل التطويرات اللي ممكن تعملها عشان تحسن من اداء التجميع. اول حاجه هتجيب رامه 8 دي دي ار 3، هتلاقيها في المستعمل اللي عامله 600 جنيه. وتاني حاجه هي انك تجيب اس اس دي 128 جيجا، هتلاقيها في المستعمل عامله في حدود 650 جنيه. واخر حاجه ودي اختياري لو عايز تعملها اعملها، وهي انك تجيب الاي 5 4570 اللي بيجي باربع انواع واربع مسارات وسرعته 3.1، هتلاقيه في المستعمل عامل متوسط 850 جنيه. بس ده اختياري، ممكن ما تشتريهوش عشان هو مش اعلى من الاي 5 4440 بكتير يعني.
بس الاساس انك تشتريه اللي هو الاس اس دي والرامات، عشان دول هيعلوا في الاداء معاك جامد يعني. وكمان الاتش دي دلوقتي بقى سرعته ضعيفه طبعا، وما بقاش بيستحمل الالعاب والبرامج، فالاس اس دي هيظبط لك الاداء في الويندوز وفي البرامج وفي كل حاجه. وطبعا الرامات دلوقتي الالعاب بقت بتاكل في الرامات، يعني حتى بابجي بقت بتاكل في الرامات. وكده اكون وريتك كل حاجه في التجميع، وريتك تجارب الاداء في الالعاب، ووريتك القطع، ووريتك ايه التطويرات اللي هتحسن من اداء التجميع. ازاي بقى تشتري التجميع دي؟ هتلاقيه سايب لك في الوصف صفحه المصريه تكنولوجي، وهتلاقيني سايب لك لينك شراء التجميع. والتجميع دي في العرض عامله 6500 جنيه. هتلاقيني سايب لك لينك الشراء بتاعها في الوصف. وبس كده، وكده اكون خلصت كل حاجه في فيديو النهارده، واشكركم جدا طبعا تاني مره على الدعم وعلى الالف اخ واخت على القناه. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.